شوف فكرة هذا المصنع الصيني المتطورة بشكل خرافي، لأنه ما يشتغل مثل باقي المصانع، وهاي لأنه المصنع يشتغل كله بالظلام، لا أنوار لا تدفئة لا ناس. فخلي أشرح لك شنو اللي يصير بمصانع الظلام، أو مثل ما يسموها الدارك فاكتوريز. بس قبلها تابعنا على مود تشوف الأفكار اللي راحت والأفكار اللي جاية. هسه هاي المصانع الظلامية تشتغل طول السنة كل يوم بالظلام الدامس بدون ما توقف، والصين بدها تبنيهم بكل أنحاء البلد، بدها تستخدم بداخلها روبوتات متطورة وأنظمة ذكاء اصطناعي تتحكم بكل شيء من التجميع لحد التغليف. وهاي الماكينة تستخدم الأشعة تحت الحمراء، الليدار والرؤية الحاسوبية. يعني حرفيا ويا كل هاي الإمكانيات ما راح يحتاجون الإضاءة بشيء. وهالمصانع الأوتوماتيكية فعالة بشكل رهيب، لأنه شركة مثل شاومي مصانع الظلام مالتها تقدر تطلع تليفون كل 3 ثواني، يعني تقريبا 28 ألف تليفون باليوم. بس الجزء المجنون، الصين قاعدة تستخدم الأتمتة بشكل فظيع، لدرجة أنها استخدمت نص روبوتات العالم السنة اللي فاتت. وعلى مود تقدر تتخيلها هاي أكثر من أمريكا واليابان مجتمعين. فايش رأيك؟